كل ورقة نقدية تقريبا، وكل مسجد فيهم ليه قصة وتاريخ بيمثل جزء من حضارتنا الإسلامية. خليني أحكي لك عن المساجد دي بالتفصيل. الربع جنيه جامع السلطان قايتباي. الربع جنيه المصري عليه صورة جامع السلطان قايتباي. الجامع ده موجود في منطقة القرافة بالقاهرة، واتبنى في القرن ال15 في عهد السلطان الأشرف قايتباي. المسجد ده بيعتبر من أجمل الأمثلة في العمارة المملوكية، وبيتميز بزخارفه الجميلة والتصميم الرائع. قايتباي كان من السلاطين المماليك اللي ليهم بصمة كبيرة في التاريخ العمارة الإسلامية في مصر. النص جنيه جامع خانوم. على النص جنيه المصري هتلاقي صورة معبد خانوم في أسوان. خانوم مش مسجد، لكنه جزء من تراثنا الفرعوني العريق. ده معبد بيلخص الحضارة المصرية القديمة اللي كانت موجودة قبل الإسلام. الجنيه جامع أبو العباس المرسي. لو بصيت على الجنيه المصري هتلاقي صورة جامع أبو العباس المرسي في اسكندرية. الجامع ده اتبنى في القرن ال18 تخليدا لذكرى الشيخ أبو العباس المرسي، واحد من أشهر الأولياء في مصر. المسجد ده بيتميز بتصميمه اللي بيجمع بين الطراز المغربي والإسلامي، وبيعتبر واحد من أهم معالم اسكندرية. ال5 جنيه جامع